في تطور سياسي لافت، وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انتقادات حادة إلى الحكومة الحالية، واصفا إياها بالعاجزة عن مكافحة الفساد ومتهما إياها بالتواطؤ مع الفاسدين. نعتقد أنه هذا رضا من سيد مقتدى الصدر على الأداء الحكومي. بهذا الموقف أنهى الصدر الجدل الدائر حول صمته السابق إزاء أداء الحكومة، والذي فسره البعض على أنه شكل من أشكال الدعم غير المعلن، خصوصا بعد إعلانه رفض المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقد أكد الصدر أنه لن يشارك في انتخابات يشرف عليها الفاسدون ويتحكم بمخرجاتها المال، كما حمل الحكومة الحالية مسؤولية التغاضي عن الفساد والانغماس في المحاصصة والمشاريع، ليضع بذلك حداً مبكراً لأي طموح لرئيس الحكومة بالحصول على ولاية ثانية، ويغلق الباب أمام أي مساع بهذا الاتجاه. وتأتي تصريحات الصدر في ظرف دقيق تمر به البلاد، وفي ظل أزمات اقتصادية خانقة وتدهور مستمر في مستوى الخدمات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الموقف يمثل بداية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي، أم أنه مجرد ورقة ضغط تستخدم في خضم الصراع المتصاعد على النفوذ.